بعد أن عزف السلام الملكي لمملكة العربية السعودية بحضور راعي الحفل الكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع وراعي هذه المباراة. وبعد أن عزف ونشد السعوديين وأنشدوا بأصواتهم مرددين السلام الملكي، هنا سيبدأ إن شاء الله شوط المباراة الثاني لهذه المباراة، متمنين إن شاء الله الفريقين التوفيق. النصر يجري تبديلا سريعا الآن بإخراج اللاعب أيمن فتيني ودخول اللاعب الخبير عبد عطيف. شوط ثاني إن شاء الله مرتقب منتظر للفريقين الكبيرين في تقديم صورة مميزة لهذا الديربي الكبير. عمرو عبد الله يحييكم معلقا واصفا لكم أحداث هذه القمة هنا في عام 2013 لنهائي كأس ولي العهد في النسخة 38. أزرق على لقطة تهز شباك الفريق الآخر. خطأ لمصلحة النصر، خطأ للنصر. هذه اللحظات باستوس بيجرب وبيسدد الكرة، تصطدم بحائط الصد، بتعود للنصر، قد تكون خطرة الآن للأصفر، عالي عرضية أمام المرمى. هو الصعباوي، هو محمد، هو اللي متخصص في مرمى الهلال، كاد أن يفعلها. هنا في جانب النصر محمد وفي جانب الهلال ياسر، والكرة بتعدي. محاولة نصراوية عدت ومعها الآهات لشايع اللي بيلعبها باتجاه خالد الزيلعي أمامية باتجاه باستوس خطفها من المرشدي. المهارة كيف راح تكون؟ راح وعدى وخطرة وزيلعي أمام المرمى. ضاعت رغم ان السهلاوي كان فاتح له في مكان سليم. الشوط الاول الخطوره للازرق، الشوط الثاني الخطوره للاصفر. حتى الان باستوس بمهارته استطاع المرور من ماجد المرشدي ووصلت لخالد اللي سددها في زميله، والزيلعي بعد ذلك الكره بتعدي لخارج الملعب، ضربه مرمى. اخر هزيمه للهلال في كاس ولي العهد تدرون متى؟ كان يا مكان في قديم الزمان. باستوس بيمرر، خلونا نتابع ونشاهد. كرة باتجاه باستوس معاه المرشدي، ماجد بيغطي بشكل ممتاز وخطأ. تدرون متى آخر خسارة للهلال؟ في مارس 2007، يعني قبل 6 سنين الهلال ما خسر في كاس ولي العهد. ما شاء الله على أرقامك يا زعيم، 6 سنوات. يعني لو طفل يمديه وصل الصف الأول، 6 سنوات يدخل الصف الأول. 6 سنوات ما خسر الهلال في كاس ولي العهد منذ الخسارة في 18 من مارس من عام 2007 أمام النادي الأهلي بهدفي خالد بدر ومالك معاذ. حسين عبد الغني أمامية باتجاه باستوس، سليمة ما فيها شيء. الله! باستوس رائعة جدا من اللاعب البرازيلي باستوس. شوفها لعبها بشكل رائع. الصناعة أولا من الخبير حسين إلى باستوس اللي لعبها وعلت العارضة وعدت. هذه كرات محيسن الجمعان، الله يا محيسن لما كان يركنها الكوبرا بهذه الطريقة. جاء هوساوي وصححها، عادت للهلال، كرة في مكان سليم. الله! أوزيع كاد أن يضعها في المرمى معلنا هدفا هلاليا. كاد أن يسجل في مرمى النصر. هذا شكل شوط الأهداف. الفريقين يبغون أهداف، ما يبغون أشواط إضافية. ضربة ركنية للزعيم عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، تساقط اللاعبين وارتداد الكرة الآن لمصلحة النصر في الملعب، وبالتالي سالم الدوسري قد يكون مرشح أو نواف العابد. في جانب النصر راح نتحدث، كرة ملعوبة الآن علي يا سلام! لم يظهر كثيرا ولكن حينما يظهر خطيرا.
يسجل بشعره. تذكرون في مباراة الاتحاد لما سجل بشعره؟ يومها كنت أنا أقولها وأقول سجل بشعره، كان ممكن يكررها ياسر. مباراة يعني تضغط الفريقين، والكرة الله! السباح عبد الله الزوري بصناعة محمد الشلهوب كاد أن يضع في المرمى. شوف نظرة الخبير بوبندر، شوف نظرة الشلهوب الكبير. الزوري بيلعبها، الكرة بتعدي لخارج الملعب، ضربة مرمى. تقدم الظهير الايسر واعطى الزيادة العددية والمباغتة الهجومية في اللقطة الماضية. اول مرة نشوف الزوري يتقدم على جهة شائع. العادة ان شائع يتقدم على جهة الزوري، لكن السباح عكس التيار اللي كان في بداياته. السباح لكنها عدت الى خارج المرمى. الامير نواف بن سعد نائب رئيس نادي الهلال. حبايب لازم نخف التعصب شوي، نهدي الامور شوي. شهلاوي بيحاول كرة، بيخلصها عبد الله الزديري حارس المرمى. خلصها عبد الله الزديري حارس المرمى. صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع، وجانب من الحضور الرسمي لهذه المباراة تواجد الامير مقرن وتواجد كل الشخصيات المسؤولة عن القطاع الرياضي بحضور رئيس العام لرعاية الشباب والرياضة الامير نواف بن فيصل. فرج تردد، كرة بتعود للمرشدي، عالية وأمامية. القحطاني بيحاول، محمد حسين، كرة بتلعب خطأ الآن لمصلحة النصر. يلا يا نصر ويلا يا هلال. مين الليلة؟ مين الليلة؟ الآن لو تأتي لقطة من مخرج المباراة عبر كاميرا الكرين أو السبايدر على المدرجات راح تشاهدون أن أكثر الجماهير ساكتة ومترقبة ومنتظرة، الحالة حالة. قحطاني يحاول يمر، سالم الدوسري يجهز من قبل الهلال، تبديل توقعته. كرة أمامية، خالد زيلعي للنصر، كرة خالد بيلعب أمام المرمى. الله! ضاعت على النصر فرصة سانحة للتقدم، ولكن بتعلق من أوزية المدافع البرازيلي المميز. منذ 14 سنة النصر يبحث عن بطولة للفريق الأول منذ أن وصل لكأس العالم للأندية بعد التتويج في السوبر الآسيوية. ماذا أنتم فاعلون؟ والهلال يبحث عن تمجيد الرقم وتعزيز الرقم. سنتابع، سنشاهد. خطأ الآن حسين عبد الغني وحسني عبد ربه، وخطأ للنصر. حسين بيلعبها، الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، لم تستثمر وعدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، لكن تحس في خطورة. كرة ملعوبة لعبد الله الزوري، بيحاول يمر عبد الله أمام المرمى، وصلت لعبد الله العنزي. طبعا سالم عايد من الإصابة منذ فترة. راح نذكر لكم النهائيات في السنوات الماضية للهلال، عالية وعرضية، العنزي بيخلصها بقبضة اليد، وصلت لمحمد وصلوا على محمد، وهناك خطأ أو حكم المباراة يوقف اللعب لأن لاعب هلالي يبدو أصيب، ويبدو أنه هو ماجد المرشدي. ألف سلامة عليك يا ولد عايل، قم يا بعد حي، قم يا بعد حي، قم، جمهورك هناك يبغى الشبي.
ينتظرون هذه الكرة. ماجد وعبد الله العنزي. سلامات ان شاء الله لماجد المرشدي. ميزة اللاعبين السعوديين او الارض السعودية ان كل مكان فيه له ثقافة. وتروح الشمال عندك اللهجة. هذه ممكن تكون خطر للنصر لان هناك تواجد 4 لاعبين داخل المنطقة و3 خارج المنطقة، وحسني على التنفيذ. حسني بيلعبها عالية وعرضية، خطرة أمام المرمى، الكرة لا زالت قائمة. عبد الله سديري بيسيطر عليها عبد الله. آخر مباراة جمعتهم في الدوري فاز من خلالها النصر بهدف مقابل لا شيء محمد السلاوي. دلني عالية ياسر كاد أن يخطفها، وعزوز كان ممكن يجيب الفوز. يا جماعة ما يطلع ياسر، يغيب عن المباراة كلها وفجأة تشوفه يرتقي، فجأة تشوفه يهدد. شوف حاول ان يخطفها من امام حسني عبد ربه ولكن عدت. سلطان كرة للهلال، خطرة للهلال. سلمان الفرج امام المرمى، القحطاني كان يطالب بركلة جزاء والإيطالي أمر بالمواصلة. هذه لقطة ياسر القحطاني ومحمد حسين. يا ريت لو نشوف من اللقطة أوضح. هل كانت فيها عرقلة أم الاحتكاك عادي؟ النصر كرة والشهراني بيخلصها وينقذ الموقف. الله عليك يا ياسر، أنقذ الموقف في لقطة كادت أن تودي بالمباراة وأن تجعل المباراة للنصر لفارسي نجد. كاد أن يفعلها أمام الزعيم ولكن إلى ضربة ركنية. مدرج النصر الآن كلهم واقفين، كلهم يهتفون، كلهم ينتظرون. عالية وعرضية، والسديري عبد الله تصل سهلة وبيسيطر عليها. ولا شكلنا رايحين إضافي. والله ما تعشينا، ما جهزنا الإضافي، توقعناها تنتهي في الأوقات الأصلية، لكن عموما معليش جالسين وسهرانين والليلة قماري ولا تسري يا ساري. بدري وتو الناس يا نواف تقدم وخطأ لمصلحته ضد إبراهيم غالب في اللقطة الماضية. أمامنا أقل من نصف دقيقة والإيطالي يذهب بالمباراة. لا صفر صفر لسه نص دقيقة يا حكم المباراة السيد جانلوكا روكي يطلق صافرته ولسه باقي نص دقيقة. على العموم صفر وأنهى المباراة حسب التوقيت اللي عندنا، انه باقي نص دقيقة. على العموم مشاهدينا الكرام متابعينا، بدري وتو الناس جالسين، والى الاستوديو عبد الله الفقير والضيوف الكرام.